السلام عليكم، مساكم الله بخير. إخوانا، لاحظت أن التماثيل والمجسمات الصغيرة أو الكبيرة كاثرة في المنازل، فحبيت أني أشارك حكمها معكم. نأخذها من صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم، ونقول بسم الله. طيب، عندنا صحيح البخاري، عندنا الحديث رقم 3225. أبو طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وفي الحديث الثالث من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. سبحان الله العظيم، أصحاب هذين المعصيتين يعني تنزع البركة منهم بسبب وجود الكلب أو الصورة والتماثيل. ويقصد ترى بالصور اللي هي الأصنام والتماثيل والمجسمات وغيرها. طيب، أنا وجدت هذا الأمر عندي في البيت أو عندي في الغرفة، وش أسوي؟ شوف في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته. فوش أسوي بالتمثال؟ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال: الأمر للحرمة، زين، ألا تدع تمثال فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل، مثل الخيل والعصفور وغيره. طيب، وش كذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. فإذا صار كهيئة الشجرة خلاص صار مو بذوات أرواح. الله يجزاكم خير وينفعنا وإياكم ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.